في قصيدة أنتم قد خابرينها حقة التقاعد قديمة، بس عدلت فيها، حطيت حاجات خاصة بالأمن، أضفت عليها حاجات، اللي هي طبعا كانت حوار بين جارة وجارتها، تسألها يعني وش صار فيك وليش تأخرتي وليش كذا ما عاد نشوفك. فمشكلتها كان عندها شخص متقاعد، نسأل الله العافية. قالت وينك يا اختي باجيتينا ومن زمان ما قهوتينا، عسى منتي نسيتينا او زوجة مجاز او زوجة مزاج وقاعد. قالت زوجة المتقاعد ابدا ما نسيتك يا اختي، لكن صعيبة مشكلتي واكبر مما توقعتي، زوجي من شغله تقاعد وصاير رئيس في المنزل، وكلامه ابدا ما ينزل، وعلى ادفع حاجة يستنزل، وبالشنابه المتقاعد إن ناداني جيته أجري، ورميت ولادي من حجري، ولو أتأخر ما أدري ايش يجري، زوجي غيرها التقاعد. الاتصال بي جاني شك إن عقله في الهوى انصك، يقول لي هذا راديو تشيك بس صوتك شوية صاعد. طبعا حقين الأمن كثير يستخدمون ردت الجارة يا اختي وش هاللي تقولينه، هذا شيء ما تطيقينه، زوجي طاقاته دفينه وشلون يعطون التقاعد، ترى التقاعد للشايب او الشباب اللي عايب، اما هذولا مصايب تفنى المرأة وهو قاعد. لكن استغلي وجوده وخلي في المطبخ مجهوده، زوجي اذا عطل اقوده ويساعدني لو هو قاعد، مرة يخرط لي ملوخية ومرة يغسل لي الزولية، ولو يرفع صوته علي الغرفتي ما هو صاعد، أنا أغسل وهو يكوي، وأنا أتبل وهو يشوي، وكل ما أطلب منه يشري، وانتي خلي زوجي يساعد. ردت عليها وقالت بحسرة أنا حظي يا أختي مايل، زوجي سكرتي من حايل، لابس لي عقاله مايل ويهددني به ويواعد، لا قال لي بعد حي وشنوح يفقدني وعي، والخوف في أوصالي يسري، وشلون تبينه يساعد، ما بيه يساعد بالمرة، من خيره كفاية شره، ليتني أسلم من المضرة، من طلباتها المتقاعد تقاعد وتفضالي، واشغلني واشغل عيالي، وبعض أفعاله ما تنقالي وانتصف الليل وهو قاعد. ما سلم منه القراش، ركب على بابه كراش، الكراش هذا الحاجز اللي ما سلم منها القراش من اللي اضفتها للسكيورتي، ما سلم منها القراش، ركب على بابه كراش، والسايق حقه انحاش، ما حد يصبر على المتقاعد، ما ادري وش معنى زي تايم يهددني به وهو نايم، واحلامه في العمل دايم، وكل رئيسه عنده قاعد، لو الظل من الابريزر عصب واصبح كجرانديزر، ورفع في وجهه الارتيزر، العصا الكهربائية، ورفع في وجه الارتيزر، يا هو ظالم هالمتقاعد، قال لي مرة هو صايل عندي لتميم وتوفايل، وقمت حايل فيه محايل وانا ما ادري وش هو قاصد، مرة صح شبت حريقة ورحنا نركض للحديقة، وثره وهمي مو حقيقة، طير عقلي هالمتقاعد، ومرة خذني للهوليداي ان وسوالي حفلة تجنن، اثر يسوي له درايرا يبي يعرس هالمتقاعد. ركب في بيتي ساعات، تعرفون حقين الامن يمرون يختمون يدقون الساعات، ركب في بيتي ساعات وشغلنا كالدوريات، وإما دقينا الساعات قام بالفليويشن يواعد، شنطة طفلي لها جيت باص، لو انساها فات الباص، وكل شيء عنده توقيع خاص، وما له نائب او مساعد، ذبحني بالبيتي كاش، حتى بغيت عنها الحاش، افلس وما عاد فيه عراش، وعلى الراتب يتراعد، طلباتي في ابليكيشن مدعومة بالجستيفيكيشن، والله هذه خربطيشن، ما عرفنا المتقاعد، والزبدة كثرت حركاته، وقلت دراهم مخباته، ليته جلس في مصفاته وما قدم على التقاعد. وسلامتكم.